يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى الباطل. فضيلة الدكتور في دقيقة واحدة، كيف نبني ثقافة التسامح؟ هناك سؤال مهم جدا يا أخي. نعم فضيلة الدكتور، ربما الوقت ضاق، ولكن في هذا السؤال في موضوع التسامح فيه السؤال الأخراني ده يا أخي، لماذا تتركه؟ هذا بتاع المفتي سوريا. نعم سنتحدث فيه فضيلة، ولكن الوقت ضاق. تفضل في هذا الموضوع طالما أن لديكم علما بهذا الأمر، تفضلوا. مش موجود عندنا. نعم تفضل فضيلة الدكتور. هذا الكلام اللي قاله أخونا. نعم هو من باب التسامح، ربما قال أنه مغالاة في التسامح، إنه يقول إن لو الرسول قال لي اكفر باليهودية أو المسيحية لكفرت بالرسول. هذا كلام لا يقوله عالم ولا يقوله مسلم عادي. إذا كنت أمنت بأن محمدا رسول الله فلا بد أن تطيعه، لأنه لا يأمر إلا بالخير ولا يأمر إلا بمعروف. فحتى لو قال لك اقتل، لازم. قصة سيدنا موسى لما يعني قتل الغلام، قال قتلت نفسا زي كذا، وبعدين قال له على لماذا قتل ولماذا خرق السفينة ولماذا. فهذا في الحقيقة لا يجوز ان نتطاول على الحقائق ونتركها من أجل إرضاء الناس. نرضي الناس بالحق لا بالباطل. إذا الحديث هنا عن مفتي سوريا الذي قال لو أن محمدا طلب مني أن أكفر بالمسيحية أو اليهودية لكفرت به. بالعكس، احنا لا نؤمن بالمسيحية الحالية ولا باليهودية الحالية، وهم لا يؤمنون بنا، هم يكفرون بنا، ونحن نؤمن بالمسيحية التي جاء بها المسيح، بالإنجيل الذي أنزله الله وبالتوراة التي أنزلها الله، لا بالتوراة المحرفة ولا بالإنجيل. التسامح لا يأتي بالنفاق، إنك تنافقني وأنافقك، لا، لازم تبنى الأمور على الحقائق. فهذا ما ينبغي أن يعرف. إنما أنا لا أؤمن بالمسيحية الحاضرة، وهم لا يؤمنون أيضا بي، ولا أؤمن باليهودية الحاضرة. أنا أؤمن إن فيها تحريفا وفيها تجاوزا، فينبغي أن يعني تقر الحقائق وتحترم ولا يتجاوزها الناس إرضاء للأهواء وللذين لا يعلمون، كما قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أشكركم في الختام فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على هذه الإفاضة الطيبة.